الآن الموضوع ديالنا ماشي هو سعيد ناصري، وإنما الموضوع هو الدعم السينمائي. الدعم السينمائي احنا كنعرفوا بأن علاقة المغرب بالسينما، ماذا بدنا نعطي واحد النبذة باش تعرفوا أن علاقة المغرب بالسينما علاقة قديمة جدا، ولو لم أن للأسف الشديد لو كانت شي بلاد جات عندها هذه الفرصة اللي تعطات للمغرب، راه السينما ديالنا فايقة السينما الهوليوودية، يعني لو كانوا ناس جادين وبغاو يخدموا. لان كانت اول لقاء كانوا لي فخير لوميير، كتعرفوهم، اللي هما اسسوا السينما في الولايات المتحده. صوروا لقطات في طنجه في سنه 1897، صوروا لقطات في طنجه. من بعد ملي جات في هذه الحمايه، يعني من 2012 حتى 1912 حتى 1956 بداو كيظهروا بعض الاعمال اللي هي كانت يعني اللي بغينا نقولوا اللي تروج للاستعمار، كتظهر المغرب في ذاك الجانب الفولكلوري ديالو وسميتو هذا. ولكن رغم انها ما ساهماتش في تطوير السينما المغربيه لانها كانت سينما ترويجيه، فهي ساهمات في البنيه التحتيه وتعلموا منها بعدد كبير. فمني خرج الاستعمار ظهروا مخرجين وبدا اول فيلم اللي كان ظهر كانوا جوج الافلام، كان الفيلم ديال 7 ابواب وكان الفيلم ديال هشمه اللي كان داروا السبناني، وكان سنه 1970. وابن العاق عصفور، كانت الاعمال ديال حبيب بناني. انا لان عصفور ما كانش كيدير اعمال السينمائيه ديال عصفور، ما كانش تتسمى اعمال سينمائيه، كانت مجرد من المنتجين ديال فيلم صالة الغائبين. طبعا استاذ لا من بعد انا تنقول لك لا الاولين انا قلت لك الاول قبل في سنه 1900 كانت وشمه، واللي اسمعهم كان قبل. ومن بعد ظهر الفيلم ديال أما عصفور كان قبل، كان عصفور لان مني تاسس المركز السينمائي في سنه 1944. كان كيدير افلام قصيره، اللي بغينا نقول كانت افلام قصيره وافلام صامته في اغلب الاحيان، ما كانش عنده افلام، يعني كان ديك الساعه كيخدم بال6 ملم، كان 6 ملم. كانت 35 ملم اول فيلم اللي كان فيلم يعني مطول، وله هذا سميتو هو هذا ديال وشمه، والمعترف به حتى في التاريخ ديال السينما المغربيه. وهذا من بعد تطورات جو الحمد لله مخرجين اخرين، واللي السينما بدات تتطور شيئا ما شيئا، وبدات رغم ان ما كانوش فيها تقنيين كبار، لان التقنيين كنا دائما كنجيبوهم من برا من الخارج، لكن كان دائما المغرب محطه للسينما العالميه، لان ورزازات حتى سميت الان ورزازات بهوليوود الافريقيه، لانها كانوا كيجيو لها عدد كبير من الشركات العالميه اللي كتصور في المغرب. فاحنا عندنا تاريخ، عندنا ماضي سينمائي، عندنا واحد. من بعد للاسف الشديد السينما والسياسه ما تفاهموش لان خصوصا ان الافلام التي بدات تظهر بدات افلام اللي كتتكلم على الواقع الاجتماعي ديال المغرب، كتتكلم على بعض الناس وظروفهم ديال العيش سواء في المدينه او في الباديه. تكلموا كاين افلام اللي هضرت على المراه، على الحريه، على عدد كبير ديال الاشياء. لا رجعنا للفيلم ديال النوري اللي هو لو فاكتور، لا رجعنا للعدد ديال الافلام اللي خدموا فيها. الامكانيات كانت بسيطه جدا، ولكن كانت افلام اللي هي مدعمه، لان كان الدعم السينمائي هو باش كيخدموا، والدعم السينمائي غير كافي اللي كان تيتعطى. من بعد منها الحمد لله الان السينما تطورات وبداو كيظهروا بعض المنتجين اللي هما وبعض الشباب اللي الحمد لله الان بداو كيطوروا السينما، وبدات تتعرف تطورات من ناحيه خصوصا الافلام التجاريه اللي بدات. الاشكاليه اللي كاينه واللي كبيره هو تراجع وهنا غادي ندخلوا للدعم السينمائي، لان الدعم السينمائي كيعتمد على جوج الحوايج، على 3 محاور مهمه جدا. المحور الاول هو بيان سور الفلوس، الجانب المادي. الجانب المادي ما كاين شيء، داك الشيء قليل. وكذلك المشكله ديال شبكه التوزيع، ما عندناش شبكه ديال التوزيع لضعف القاعات. كانوا واحد الوقيته القاعات كانوا 240 قاعه حتى 300 قاعه، الان وصلنا ل 40 او 50 حضور. بيان سور هاد ميغاراما واحد الوقيته راه بقاو غير شي 10 ميغاراما، ودابا باتي، ودابا بداو كيرجعوا شويه. هذا تيبين انه كاينه سوق، ما غاديش يجيو باتي من فرنسا ويستثمروا في المغرب، وما تجيش ميغاراما وتستثمر في المغرب لولا انهم عارفين ان كاين هناك فراغ، كاين هناك امكانيه، كاين هناك جمهور. بعض السياسيين لان ما كايناش اراده سياسيه، وهذا هو السبب اللي خلى الدعم حتى هو، لان كنسميوه الدعم المعنوي، هذا الجانب هذا
ما كايناش اراده سياسيه اللي بغات السينما تمشي بعيد. فهذاك نلاحظوا من خلال ما يحصل وخصوصا مؤخرا في الدعم الذي يعني لكي يخليوه او بغينا نقولوا ريزيرفي وسميتو للسينما. هذاك الدعم قليل بالنسبه للاعمال، ويا ريت هذاك الدعم يكون كيتوزع بواحد الطريقه اللي هي فيها واحد التكافؤ ديال الفرص، او لا يتوزع بطريقه موضوعيه، ان مثلا يتعطى الافلام التي تستحق. يعني للاسف الشديد كاين فيها باك صاحبي، كاينه اللي جا رغم وجود لجنه، ولكن هذيك اللجنه واش عندها استقلاليه ولا ما عندها شيء. للاسف الشديد ملي كنجلسوا معاهم كيبان لك بان هاد الناس ما عندهم حتى استقلاليه. مازال في واحد الوقت كانت شويه، مي دابا كاع البساله كاع دابا، لان بصراحه ولات البساله، يعني ما بقى شيء ذاك. كذلك سميتو السرقه، يعني كنسميوها بالبيراتاج الرقمي، اللي ولا ان الفيلم تيخرج الغد تلقاه في سميتو في لي بي ولا في سميتهم، كان واحد الوقيته في لي دي في دي ولا سي دي. دابا ولا ديريكتومون كتصور كتلقاه في لي بي، وما كاينش شي حد اللي غادي يدافع على هاد سميتو القرصنه يحاربها او شي حاجه. ما كاينش، رغم اننا شكينا وعاودنا ما كاينش اللي كل حتى واحد مسوق دبر راسكم يعني سميتو. فيعني الحفاظ على سميتو الثروه الفكريه ديالنا او اننا نحرصوا عليها، ما كاينش اللي غيحرص عليها، ما سوقهمش هما. يعني لي دغوا دوتور يسون زعما نيجليجي، ما كاين اللي ما ديها فيهم، وكنلقاو راسنا اننا تنضيعوا. لا سي بون وقيلا خصني ندور بينهم. فهادو كلهم اسباب اللي خلاو ان السينما تتراجع، وان السينما تعاني من هذا الدعم. يعني كاين الدعم المادي كيف قلنا، والدعم المعنوي اللي كيتمثل في هذه القضيه. والاهم شيء هي هذه الاراده اللي كنهضروا عليها، اللي هي الاراده السياسيه. يعني لانه باقي مثلا وزاره الثقافه والاعلام باقا كتشوف ان الفيلم هو مجرد عمل ترفيهي، ما تيشوفوش انه عمل اللي ممكن يمشي بعيد، يعني عمل اللي هو تيتكلم على الواقع اللي تنعيشه. كيف ما قال السي صديقي واخي السي رشيد ياقوتي، انه يعبر عن واقع نعيشه، يكون لسان للمجتمع، الظروف اللي تعيشها المجتمع، المشاكل اللي تعيشه، وخصو تقرا واحد القراءه اللي هي ممكن تساعد حتى السياسي. كذلك المشاركه حتى في الدبلوماسيه ديال البلاد، لان ما يسمى بالدبلوماسيه الثقافيه او الدبلوماسيه الفنيه. فمثلا نعطيكم انا مثال، ان مثلا كاينه بعض الاعمال اللي كتكون اعمال تاريخيه تتكلم عن التاريخ ديال المغرب، اللي كان ممكن انها تساعد هذه القضيه اللي كنا عايشينها ديال قضيه الصحراء. احنا مثلا حطينا عبدو عند الموحدين، عبدو عند الموحد الذي لم يكن فقط فيلم كوميدي، وانما كان فيلما يتكلم على حقبه مهمه وعلى مملكه مهمه اللي هي دوله الموحدين، واللي كان المغرب يحكم حتى فوق تلمسه حتى لتونس. فهذا اكبر دليل على ان المغرب الان من حقه يطالب بالجزائر كلها، ماشي غير بالصحراء الشرقيه. يعني ها قلت لك المغرب يطالب بالصحراء الشرقيه، راه ممكن يطالب بالجزائر كلها، لان كان تابعه للمملكه المغربيه، لان كان في عهد السعديين، وفي عهد المارينيين، وفي عهد السعديين كنحكموا حتى لتلمسان. وهناك حاربوا السعديين العثمانيين باش ما يدخلوش للمغرب. فهذه اعمال اللي احنا قدمناها سميتو للدعم ولم تحظى بالدعم. علاش؟ لان اولا عشت ظروف للاسف صعبه خلال هاد السنتين اللي دازت قبل ما يتعطى القرار ديال، لاننا بغينا نواكبوا الدبلوماسيه الملكيه، بغينا نواكبوها فنيا وثقافيا، لان الحمد لله قاده بشغالها. ولكن اذا كانت هناك مواكبه ديال الدبلوماسيه حكوميه، واذا الى جانب الحكوميه كتكون هذه المواكبه، حيت حتى التصرف المجتمعي حتى هو كيساهم. فكتشوفوا ان المغرب الان كيف قال، احنا الحمد لله فرحانين ان الحق رجع لنا وخدينا حقنا، ومسامحين في واحد الحق اخر مازال ان شاء الله نقدروا نطالبوا به كيف قلت لكم. يعني علاش؟ لان حتى المجتمع المغربي عطى واحد الصوره للمجتمع العالمي
بانه شعب طيب، شعب يحب السلام، شعب اللي مساند الملك ديالو، كاينه علاقه وطيده ما بين الملك وما بين الشعب، كاينه محبه قويه اللي غتخلي هذه البلاد تمشي، كاينه اماره المؤمنين اللي هي يعني حاضره بقوه في هذا المجتمع الجميل، واعطى صوره جميله رغم هذا الشغب اللي وقع وهذه المشاكل اللي وقعت، فما اثرتش على هذه العلاقه الطيبه وعلى هذا. فهنا كتكون المواكبه، يعني ما يسمى بالدبلوماسيه الثقافيه والفنيه، كتكون لعبه دور مهم. فمثلا الان ما عندناش افلام اللي كتهضر على المقاومه، الشباب ديالنا ما عارفش مثلا التاريخ ديالو، يعني ما عارفش مثلا شكون هو الزرقطوني، ما عارفش شكون هو على محمد الخامس، الظروف اللي عاشها محمد الخامس والمنفى وهذه المشاكل اللي عاشتها العائله الملكيه في ديك الظروف ديالها سميتو، ورفضوا انه يمضي العدوان، انه يبقى في البلاد، وفضل انه يتنفى. فهذا راه بطل فيلم كبير اللي هو الملك المغفور له محمد الخامس. فعلاش ما يدارش فيلم على الحسن الثاني ما قام به بعد المجيء وما يعني هذا راه افلام ممكن دار، هذا كله تاريخ. الان للاسف الشديد شفنا ان بعض الناس استغلوا الفرصه واستغلوا الاسم ديال المسيره الخضراء وداروا فيلم وخذوا فيه دعم كيسوى 4 المليار، ما عرفناش منين جابوا دوك الفلوس. وللاسف الشديد الفيلم فينا هو الله اعلم لم يكن فيلما، لان ماشي غير تجي وتقول غندير فيلم، الفيلم خاص الدعم مني يتعطى الفيلم اللي كيجمع ما بين الابداع وما بين المعلومه وما بين التاريخ وما بين الاداء الجميل اللي غادي يخلي الفيلم يعطي لهذيك الصوره اللي هي قويه لهذاك الحدث التاريخي. فملي كنتكلموا على المسيره الخضراء ما غنجيبوش 5 الكاميوات ونقولوا راه حنا كنصوروا المسيره الخضراء، لا، خص يكون فعلا تبان ديك القوه ديال المسيره ودوك 350 الف ديال الناس وديك الهيبه والخطاب الملكي والناس كيفاش لبوا النداء وكل. فهذا الشيء كله هو خاصو يكون دير فيها شي حاجه. سمحوا لي وليت كنقطر، عطيني شي مشوار الا كاين. ولكن عادي اعلام انطلاق. تبارك الله عليك، يحطوا كيبان لي بالقطه خصوصا ينفي. التناقض ديال ان الوزير تيهضر على التراث ويهضر على حنا جايين له يعني انا كنقول لك ان الدعم بعض الاحيان كيمشي لبعض الاعمال اللي لا تمثل اللي خصها هي اللي تاخذ الدعم، ما كتاخذهاش. وكنشوفوا اعمال اخرى اللي هي تسيء الى الاخلاق وتسيء الى التراث ديالنا وتسيء الى او لا تنقل النقل اللي هو غير صحيح وغير سميتو خادج للحياء للبلاد. تبارك الله هادشي كلشي مشاور، خصني ما مكفر هذا. ف اللي بغيت نوصل ان من هذوك الفلوس ملي تيتعطاو، ولو يكون انا قلت لهم ملي جلست مع اللجنه 3 المرات حطيت هذه تجربه خاصه ديالي وهي اللي غادي نقدر نهضر عليها، ما نهضرش على الاخرين، اننا كتبنا عبدو عندنا الموحدين ولقى نجاح كبير والحمد لله وصل وبزاف الناس. كتبنا المارينيين، لا درنا الموحدين داز، من بعد درنا المارينيين، واختاريت انني نديروا بواحد الطريقه اللي هي كوميديا باش نقدر نوصلوا للشباب، لان بعض الخطات الاعمال التاريخيه ما كتوصلش كيف ما شكرا. الاعمال التاريخيه ما كتوصلش الناس كلهم. كاين اللي ما تيبغيش يتفرج فيها، كاين اللي كتجي ثقيله، كاين اللي ففضلت انني نزيد فيها هذه النكهه الكوميديا باش نخلي الناس انهم يجيو يتفرجوا، يعني بحال بغيت نقول جو لي موبلي بلي كاكو بسميتو باش نبين لازم. كتكون سعيد الناصري ماشي دابا انا نكمل وان شاء الله ونسول. انا ما نطولش عليكم غير باش نعطيكم فكره ومن بعد انا مستعد للاسئله. فحطينا الدعم ديالنا، حطينا الملف ديالنا للدعم. فافاجئ ان اللجنه اللي كانت قبل من هذه اللي دار بن سعيد الاخرى اللي قبل منها، فافاجئ انهم قراوا السيناريو. تصور الناس جايبين عباد الله من كل قنت جالسين في اوتيل 5 نجوم، مراساتهم فيعين كياكلوا ويشربوا. كنا كنديروا داك الشيء في السي سي ام، ما كان لا فلوس لا والو. دابا ولاو كيجلسوهم في اوتيل 5 نجوم، تتلقى الرئيسه واللي معاها الاعضاء واحد 17 ولا 18 واحد جالسين مع راساتهم بالمال العام تيضربوا مع راساتهم في الماكله وهذا في 5 نجوم. والفنان او المخرج والمنتج تيجيو من خريبكا ومن الوجده ومن العيون حتى للدار البيضاء لوطيل باش يشوفوهم ثلث ساعه ويعطوهم سؤال بليد ويقولوا لهم الله يعاوننا ويعاونكم، ويبقاو يتسناو الناس واش غيعطوهم الدعم ولا ما يعطوهمش. شحال كيهضر الفيلم الوغ هو كتجي كتدخل كيقول لك هذه حلوه، تيدخل تيقول لك
يمكن لك تكلم لنا على الفيلم ديالك باش تكلم عليه قريتيه. دابا نتوما كون كنتو عارفين هذه المقدمه ما يحتاجش نقولها. اذا غادي تجي كون فرقت عليكم مثلا المقدمه ديالي غادي تقراوها وغادي تجيو غندوز في الاسئله ديريكت. كتجي كيقول لك هضر لنا على الفيلم. اش غنهضر لك على الفيلم واش مشاكين فيا بانني انا مول الفيلم باش نهضر عليه ما عنده معنى. هذاك الشيء كيضحك. علاش؟ لانهم ما قراوش. خصو باش يبدا يناقشك من خلال ذاك المقدمه اللي غتقول له انت شو من حيث قبل. دابا انت غتقول لي من المستشفى قبل. هذا يعني قمه البلاده، ويستبلدون الذي يقف امامه. هذا هو المشكل. رغم ذلك تعطيهم ومن بعد كيوضع لك واحد السؤال. وجا معايا كاتب كبير اللي كتعرفوه اللي هو الدكتور محمد قسامي اللي كاتب مؤرخ واستاذ جامعي وحضر معايا وجيب معاه مسكين لان اول مره تيحضر جيب معاه باليزه ديال الكتوبه كيحسب واش غيبقاو يسولوا فيه. قلت له راه كامل عند براسك. هو ينقص واحد قال لي اجي اخويا هذاك البيدجي اللي درتي علاش غادي تعطي لذاك مول الميكرو مول الصوت غتعطيه 3000 درهم في السيمانه الاخرى. قلت له دابا حنا كنهضروا على تاريخ المغرب وانت تهضر لي على مول الميكرو غياخذ 3000 درهم ماشي حشومه. هذا تقني في القناه في السي سي ام في اللجنه تيوضع عليا سؤال والاخرين كلهم ساكتين. ما كاينش اللي وضع عليا سؤال يخص الموضوع او لا العمق ديال او لا ناقش معايا الفيلم او لا ناقش معايا العمل. وهذا هو الهدف. من بعد افاجئ باننا ما قدرناش نعطيوك الدعم لان رؤيه المخرج هم ما ناقشوش معايا، وهذه امانه تنقولها لكم ان رؤيه المخرج غير واضحه. المره الثانيه ودابا رؤيه المخرج راه واضحه لان كاين عبدو عند الموحدين. الاخراج ديال عبدو عند الموحد غيكون نفس الاخراج لان الافلام التاريخيه لها نفس النمط اللي غادي نمشي فيه الان. جاء لان نفس الشخصيه وتكميله لا سميتو يعني واضحه. قلت لهم انايا الو المره الثانيه جدت كتبتوا لهم بوضوح وفرقتوا عليهم مكتوب. اقسم لكم بالله فرقتوا عليهم مكتوب وقلت لهم ها انتم هو مكتوب وجلست كنتسنى وبداو كيناقشوا معايا. قلت لهم بعدا واش قريتوا وبداو لا وانا سميتو الاخر قال لي انا دكتور في كذا كذا. قلت له انا ما تكون دكتور ما تكونش دكتور المهم واش قريتي المشروع ديالي واش فهمتيه. راه انا ما زدت والو من عندي هذاك تاريخ كتبنا عليه. هضر معايا على الجانب الفني على طريقه تناول الموضوع على كيفاش دار وهذا وها هو السيناريست غادي ممكن يجاوب. دابا جا جوج مرات هو كيجي من بنكرير السيد دكتور باش يجلس 5 ديال الدقائق في الاخر واحد نايض وحده مشات للطواليت الاخر رجع وانت جالس بحال دابا حنا جالسين ومره واحد فيكم كيمشي هنا واحد عدم الاحترام عدم تقلقت. قلت لهم هذه الطريقه اللي كتعاملوا بها راه ماشي هذيك راه حشومه عيب. الان حنا دابا ها هو عندكم ناقشوا معايا سميتو هما يصيفطوا لي قال لك حنا ما عندناش الفلوس باش ما عندناش البيدجي باش نعطيوك الفيلم. كنقولها لي في الاول وانا جالس في داري بلا ما تعذبونا نجيو باش تعرف. ومن بعد كنلقى بان بيدجي ديال 400 مليون 500 مليون تيتعطى الاعمال اللي هي اعمال اللي ما عندها حتى شي هذا وما كيشوفها حتى شي واحد للاسف. هذا اشكاليه اللي تعيشها الدعم السينمائي. والى اضافه الى ذلك الدعم القليل اللي ديال التلفزيون يعني ما كيتعاونش التلفزيون مع السي سي ام. واخا بعض الاحيان تياخذ بعض الاعمال ولكن اش كياخذها بمليون ديال الدرهم مليون درهم وتستغل الفيلم حياته كلها. فهذا حرام ان الفيلم تبيعوا القناه. يعني انا حطيته في اليوتيوب نايضه جاب لي مليون ديال الدرهم في يوتيوب مع الشعب مع ولاد الشعب تفرجوا فيه عجبهم وكيتخلصوا بديك 4 سنتيم ولا 5 سنتيم وصلت للمليون ديال الدرهم. والتلفازه كتاخذ من عندي الفيلم 150 الف درهم 200 الف درهم وكتبقى تضرب فيه 5 سنين. وإلا عاوناتك في الانتاج كتاخذه بوغ توجور ما تيبقاش ديالك. ولي دغوا دوتور تيعطوك داكشي اللي بغاو وهذا الشيء اللي كاين. المهم على اي فالفنان الان المخرج او المنتج ما كيتشجعش المستثمر ما كيتشجعش باش يجي يدخل للفيلم اللي غيبني القاعه ديال السينما ما كيتشجعش. وهكذا هنا فين كنهضروا على الاراده السياسيه وهنا كيكون الموضوع بطبيعه الحال تيخص الوزاره لانهم هما اللي كيديروا ديك اللجنه ديال الدعم هما اللي كيديروا. فاختيار اللجنه في بعض الاحيان كذلك قضيه باك صاحبي وهذا ديالي وهذا سميتو. لان علاش انا فهمت بان اللجنه ما تيقراوش لان حتى هما الله يكون في عوانهم رغم انني غير متفق معهم لان الانسان لما كانش عنده استقلاليه لانهم اغلبيتهم دكاتره وناس متعلمين ما خصوش يبيع راسو فابور ولا يبيع راسو على مصلحه معينه. خاصو يوقف ويقول لا. بحال مؤخرا شفنا واحد من اللجنه ديال التلفزيون اللي رفض انه يبقى مع اللجنه وخرج وراه شفتو دار تدوينات وهضر على اشياء يعني كدار
اللي كتداول ديك فهمتيها في راسك ماشي هي هذه يعني بصفته انه انسان مثقف انه يمشي في هذاك الاطار. وقال لي في التليفون قال لي ولو انهم كيعطيوني 226 مليون اللي انا محتاج ليها في كل عام ما قدرتش نبيع الذمه ديالي ب 26 مليون. وهادو من الناس اللي انا احترمهم واقدرهم واللي باغيين تغيير في البلاد، لان فرغم الفقر ديالو رغم الحاجه ديالو ما قبلش وخرج، وراكم تتعرفوا ولا قلبتوا غتعرفوا شكون هو. فهنا اللي بغيت نقول لكم ان المشكل ديال الدعم ديال السينما المغربيه كيبدا من الاراده السياسيه اولا. خاص من استراتيجيه معينه، خصهم يعرفوا بان السينما ممكن تكون ان فيكتور ايكونوميك مهم للبلاد، يعني ممكن يساهم في الاقتصاد ديال البلاد. باش نبنيو صناعه يعني سينمائيه خاص تكون اولا صناعه ثقافيه. وملي كنهضروا على الصناعه الثقافيه هو اننا خصنا نكونوا الناس اللي تيكتبوا السيناريست، نساندوهم نعاونوهم، ومن بعد نجيو حنا كنعتمدوا على التقنيين، هما تيتخرجوا وليدات من السونتر وما هذا كيديروا المونتاج، ولكن ما كيديروا غير التلفزيون وهذا، وكنساو كتابه السيناريو، كنساو المثقفين، كنساو. فغياب المثقفين على كتابه السيناريو حتى هو ازمه، لان ملي كيجي مثقف كيقدر يالف كتاب على قدو واسم قداشنا هو، وغادي يجي يكتب سيناريو ويعطيوه فيه جدريال ولا يلوحوا له، ويجي واحد اللي غيحاكموا يلوحوا ليه ما غيرضاش، غيبقى فيه الحال، تيبعد كاع. هو تيقول لك انا ما نمشيش ننزل راسي لهذا المستوى. بينما هاد الناس لو اننا ندعموهم ويكتبوا لنا سيناريوهات كبار فغادي يبداو بيان سور غادي يتشجعوا غادي يمشيو. فهذا تا هو جانب. فهذه كلها اشياء اللي كتخلي ان السينما تعاني ما تعانيه الان، واننا ما نقدروش نطوروها ونمشيو بعيد. فالحل الوحيد هو ان خص هذه الامور تحيد، خص نشجعوا ونديروا مدارس لتكوين الناس في كتابه السيناريو مهمه، ما نبقاوش غير تقنيين. الناس راه كيديروا كيتعلموا دابا المونتاج وداك الشيء راه كيتعلموا غير من اليوتيوب ومن سميتو، ولكن كتابه السيناريو لا، فهي دراسه، فهي خصها اساتذه، فهي خصها ناس اللي تيكونوا ناس وتيحاولوا يخرجوا منهم شي حاجه اللي غادي تقدر تفيد السينما او الكتابه السينمائيه، لان الكتابه السينمائيه لها شروط ولها قوانين، وهي اللي كتحكم على العمل السينمائي، وتما كيجي الابداع ديال المخرج بطبيعه الحال وكذا. فالحمد لله جميع الشروط جميع الامكانيات كاينه باش اننا نمشيو بعيد، ولكن للاسف الشديد كيف قلت لكم اهم شيء هي هذا الجانب هذا، هو الاراده. خصها تكون اراده كيف قلت لكم اراده سياسيه، تكون الناس باغا الامور تغير باش نقدروا نمشيو بعيد ونخليو الميدان الفني الميدان السينمائي حتى هو يمشي بعيد. فاسمحوا لي طولت عليكم، ولكن هذه كانت مقدمه باش نعطيكم على الحاله اللي تعيشها الان الدعم السينمائي في المغرب، والظروف اللي هي صعبه بالنسبه باش الا بقينا غادي ما عمرنا غادي نقلعوا بالسينما ديالنا. كذلك بغيت نزيد واحد الحاجه، ان اولا غياب القاعات، باش نذكركم غياب القاعات ما كاينين شيء. استثمار للاسف الشديد الان مؤخرا السيد الوزير للاسف كان تيهضر على فرحنا مني قال لنا رانا كنهضر على غادا تزاد واحد 50 قاعه ديال السينما في ظرف سنه. انا تفاجات مني سمعتها، لا تفاجات انا مني سمعتها تفاجات. قلت لهم هذا السيد انا باغي نبني 2 قاعات وباغي نبني مدينه الاعلام، هذيك 15 عام وانا كنضارب. هذا السيد ما جاب لا بلانات لا والو، كي غيدير تيدير هاد 50 قاعه ومتاكد من راسو. تفاجات مني قلت لهم راه ما يمكنش، حتى واحد ما تيقني. من بعد شنو دار؟ شد القاعات ديال المسرح قسمهم على 2، اييه، وغدا غادي توليو تشوفوا الحمام تا هو فيه بحال حمام الرجال وحمام العيالات. هاكشي اللي دار، رجع الفكره ديال حمام الرجال كتخدم في الصباح للعيالات وفي العشيه للرجال، يعني دار 2 و3 ولا 4 المسرح واستفتوا لحد ودا دار السينما و20 درهم، واللي بغى يدخل ما كيدخل حتى شي واحد. خسرت مبالغ كثيره، تصاوبوا دي بروجيكتور، تصاوبوا دي هذا، وجا الخشبه وحطوا سميتو لو ريدو، حطوا داك ليكرون كبير. فالناس اللي كتبغي مثلا تدرب 2 و3 ولا 4 ما بقاش عندها فين تدرب في المسرح، فين تحط ولا في العرض كيوحلوا مع داك ليكرون كي غيديروا ليه. يعني ما كانتش دراسه، ما كانتش هذا، وضاعوا الفلوس وتا واحد ما كيمشي، وكان مشروع فاشل جدا. و50 قاعه فينا هي كاينه. اذا ملي غيسولوا غيقول لهم الحمد لله حنا البنيه التحتيه عندنا 50 مسرح و50 قاعه سينمائيه. بحال كيف قلت لكم حمام العائلات والرجاله غيقول لهم عندنا 180 حمام، هو راه غير 70 حمام ولا 60 حمام الصباح العيالات وفي الليل الرجال، ولا حتى واحد ما كيتفرج. ما بقينا بحال داك اللي دار المشيه بغى يدير مشيه الحمامه الغراب اللي وضر الحمامه وضر المشيه. فهذه مثلا اخطاء سياسيه خطيره جدا، واللي كيمشي فيها وكيتهضر فيها المال العام. فكنتمنى ان بحال هذه الاخطاء ما تكونش، وان يكون دعم يكون مبني على دراسه،
على يشوفوا السوق اشنو محتاج، السوق اشنو باغي، ويشوفوا المتطلعات ديال المغربي، ديال الشاب المغربي كيفاش كيشوف هو السينما، كيفاش بغى يشوفها، ماشي كيفاش غيشوفها. راه باش تكون نجم عالمي خصك تكون نجم في بلادك، باش تكون فنان كبير. لا، كاينين فنانه كبار اللي بداوا من بلادهم تعرفوا عالميا. وانتم تشوفوا الاغنيه المغربيه انه وصلت للعالم. حميدو من القدام ديالنا، انا قلت لك ناس جاوا خدموا ولا سميتو وشاركوا في مهرجانات كبيره. دابا الاعمال ديالنا ما بقاتش كتكون في المهرجانات الكبيره، رغم ان عندنا ما عرفت شحال من مهرجان دابا ولا. يعني الا حيدتي مهرجان ديال طنجه وانتم شفتوا المستوى ديال المهرجان ديال طنجه فين وصل، المهرجان ديال مراكش راك شفتوه فين وصل. ما بقيناش كنشوفوا فيه مثلا الفنانه والمخرجين، ولينا كنشوفوا غير لي زانفلونسور ولي زانفلونسوز، وكنشوفوا الصنايعيه وصحاب الموديل وصحاب الحوايج وهذا، او برجل القفطان ولا مخلط مع بس لا للاسف شي مازال مهرجان ديال دوك المهرجانات الصغيره باقين رغم الامكانيات، لان الامكانيات ضعيفه. اما هادو تعطاتهم بزاف الامكانيات. دابا المهرجانات اللي كتكون جهويه ما يبقاش فيك الحال، لان علاش؟ لان امكانياتهم ضعيفه. ولكن مهرجان كبير اللي بدا كبير بحال المهرجان ديال مراكش كبير، وخصو يبقى يحافظ على ديك الهمه ديالو، على ديك واللي تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله خصهم يراعيوا لهذه المساله. هذه راه مهمه، لان اسم صاحب الجلاله كبير.